في شباب كتير مشوا بالغلط، ألهمتهم بالغلط. بس انا بتكلم في حته ان واحد بتقوله لو الاخوان كانوا لسه ما زالوا في الحكم كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كان البلد كان مفلسه. طب هل البلد دلوقتي مش مفلسه؟ يعني الدولار لو ابو 59 جنيه ده، واللي الناس دلوقتي بقول كلها بقت بتكح تراب، وكل الناس دلوقتي بقت بتعاني في حاجاتها الاساسيه، مش في ترفيه، مش في تحسين مستوى معيشه. ربنا سبحانه وتعالى في قوله: هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أستاذ أحمد الفيشاوي في البرنامج المذيعة بتسأله إن أنت كنت في جيل الثمانينات رمز وقدوة لشباب كتير وبنات كانوا بيتفرجوا عليك، وكنت ملهم، جات عليك فترة التزمت دينيا وكنت ملهم ليهم بأن هم يتدينوا. فكان رد أستاذ أحمد الفيشاوي إن هو كان بالغلط، كان غلط ان الواحد يخطئ، ده وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله سبحانه وتعالى ان احنا ان لم نخطئ لنتوب لذهب الله بنا واتى باقوام يعصون الله ثم يتوبون اليه فيتوب عليه. يعني احنا كبشر خلقنا لنعصي ونتوب. هي الفكرة كلها ان انت بس تتوب الى الله، ان انت ما تفضلش على اللي انت بتعمله او تجاهر، او ان انت تجاهر يعني بالمعصية، او انك تحلل ما احرم الله. لكن انك ممكن تعصي كده بينك وبين الله كده في الخفة، مفيش مشكلة، بس توب الى الله. ما دام عندك فرصة انك تعود الى الله وتتوب الى الله، ما دي فيها مشكلة. فاستاذ احمد الفيشاوي الغريب في الموضوع ان هو بيقول ان ده كان غلط. يعني هو شايف ان فترة الالتزام بتاعته اللي التزم وقتها او فيها كانت غلط ان هو يكون ملهم للشباب. طبعا هو يقصد برضو ان هو كان اصلا طريقة الالتزامه غلط، انك تعود الى الله وتصلي وتصوم وان انت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، دي حاجة هو شايفها ان هي كانت غلط. ليه بقى يا عم احمد كانت غلط؟ عشان هو شايف ان الفترة دي اللي كان بيقول فيها ان هو تم انضمامه لجماعة الاخوان المسلمين، واللي هو تم انضمامه ليهم او بداية دخوله في الالتزام وان هو يكون شيخ والكلام دوت، جات عن طريق الصدفة، عن طريق البرنامج، من ان هو برنامج منوعات للبرنامج اقرأ. فهو شايف ان هو تم حشره كده في شكل او في سمت الملتزم الشيخ يعني. وان هو شاف ان الالتزام مش ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وده ديننا اصلا كده، كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه يا رب؟ يعني احنا ليه لنا الخيرية او لنا الامة بتاعتنا لها الخيرية عن باقي الامم؟ ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فان لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فلا خيرة فينا. يعني هي دي ايكوال دي، ما فيش. طيب هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان انت كنت تروح تقتل في الناس وانك تضرب الناس بالنار، او اللي مش محجبه تلبسها غصب عنها، واللي ماشيه مثلا مش لابسه ولا قلعه تروح ملبسها او ضاربها او معنفها؟ لا يا عم، احنا ما قلناش كده. الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لينا ان من راى منكم منكرا فليغيره. نغيره يا رسول الله ازاي؟ بيدي. طب هل احنا لينا او لكل المسلمين او لعامة المسلمين له القدرة على تغيير المنكر ده باليد؟ لا. اصحاب او اولي الامر في الموضوع لو لهم يقدروا يعملوا قانون يعملوا قانون، لانهم سيحاسبون امام الله سبحانه وتعالى. اصل انت عشان تبقى راعي او ولي، انت لو في حاجة تقدر تنفذها في انك تقيم حدود الله لك القدرة على ده، وانت ما عملتوش. زي الراعي في بيته، الرجل مع اسرته لو شاف اولاده بيعملوا غلط ولم ينهاهم، او زوجته بتعمل غلط ولم ينهاها، انت هنا ما قمتش بدور رعيتك. لو واحد مدير تنفيذي في شركة او رئيس مجلس ادارة لو شايف الموظفين او اقسام الشركة عنده بتعمل الغلط ولم ينهاهم ولم يرشدهم للطريق اللي هو المفروض جاي عشانه، يبقى انت ما قمتش بدور. فلله المثل الاعلى. انت حضرتك لو مسكت منصب محافظ، لو مسكت وزير، لو مسكت رئيس دولة، انت هنا لك القدرة على انك تغير او تسن قوانين في البلد. فانت لو في حاجة شايفها
غلط بتحصل وتقدر تنهى عن ده بالقانون ان الناس تتبعه، اظن تقول انك هتحاسب على ان انت لو ما عملتش كده. فان لم تستطع بيدك، وكل راع وكل مسؤول عن رعاته في الحته بتاعته اللي يقدر ينفذ فيها بايديه، انك تنكب باللسان. شفت غلط، والله ده غلط والصح بتاعه كذا، انت مش مطالب باكتر من كده في الجزئيه دي. المرحله الثالثه، لا تستطيع ان تنهى باليد، ولا تستطيع ان تقول بالقول ان ممكن القول ده يعود عليه بالضرر. فعندنا في ديننا حاجه دفع الضرر اولى من جلب المنفعه. فانت لو عارف ان قولك ده هيعود عليك بالضرر، يا عم انهاه بقلبك، وذلك اضعف الايمان. يعني انت مش كده اضعف ايمانا من كل دول، لا، اضعف الايمان ان ده اضعف حاجه خلاص تقدر تعملها. ما تكروش بقلبك بقى، ودي تبقى دي النصيبه. والشيخ الشعراوي الله يرحمه قال لك ان لم تستطع مواجهه الظلم فلا تصفق له. لو في حاجه شايفها ظلم او منكر بيحصل قدامك انت مش قادر تواجهه، ما تجيش تسقف له، ما تجيش تقول برافو او تكر ده او تعتبر ده شيء حلال. فانا كل ده بقوله ليه؟ بقوله عشان لما احمد الفيشاوي يطلع يقول لك انا كنت غلط لما الهمت الشباب في تديني. طب هل دلوقتي حالك افضل؟ يعني انت هل دلوقتي وانت راجل الاوشام اللي انت عاملها دي كلها والحلقان اللي انت لابسها والكلام اللي انت والشرب الخمره وشرب المخدرات والقصص الكتير اللي انت عاملها دي، هل دي اللي انت بتقول دلوقتي ان انت افضل والمذيع اللي قدامه طبعا شايفاه دلوقتي افضل لانه كان في فتره تدينه الله يكون في عونه بقى، كان يعني صعب وكان مكره بوم فيه، وكان الوسط كله كان شايفه حاجه غريبه انك جاي تقول التمثيل حرام، وان تقبل امرأة لا تحل لك حرام، وحاجات كتير من اللي اصلا احنا عارفين انها حرام وهو عارف انها حرام. كان في واحد ايام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسيلمة الكذاب. مسيلمة ده جه بعد النبي وقال لك ان انا انزل عليا وحي وانزل عليا قرآن، فدعا ساعتها الناس وقال لك ان انا هقول لكم جزء من القرآن اللي انا نزل عليا. فقعد يخرف كده ببعض الحاجات اللي خدها على نفس بعض الصور من القرآن الكريم، بس بكلام من عنده يعني. فجاء واحد الصحابة قال والله يا مسيلمة انك لتعلم اني اعلم انك لكذاب. يعني انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب. فانت احنا كل اللي بيحصل في البرامج والناس اللي بتطلع بتهيس على بعض دول، انتوا عارفين ان انتوا على غلط. من ضمن الاسئله برضو، وانا مش عايز اخدها في حته السياسه بس يعني غصب عني لازم اقولها، ان بتقول له جماعه الاخوان المسلمين لو كانوا استمروا في الحكم انت شايف كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ولا اعوذ بالله. وطبعا انا مش بقول ده عشان انا اخواني، والله انا اخواني، بس انا بتكلم في حته ان واحد بتقول له لو الاخوان كانوا لسه ما زالوا في الحكم كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كان البلد كان فلست. طب هل البلد دلوقتي مش مفلسه؟ يعني الدولار لو ابو 59 جنيه ده، واللي الناس دلوقتي بقول كلها بقت بتكح تراب، وكل الناس دلوقتي بقت بتعاني في حاجاتها الاساسيه، مش في ترفيه، مش في تحسين مستوى معيشه، مش في سفر، مش في لبس، مش في تغيير مستوى مادي مثلا من شقه لشقه اكبر او لعربيه احسن. لا، دي الناس دلوقتي بقت بتعاني في معيشتها الاساسيه، انها تاكل وتشرب، انها تتعالج. هل دلوقتي احنا افضل حل من السودان والسوريا اللي انت قعدت تقول لو فضلوا ماسكيننا كان هيفضل حل؟ طب على الاقل دول ما مسكوش في ال4 سنين اللي هو كان المفروض يمسكوه، ده مسكوا سنه وتم شيلهم من البتاع. طب انت دلوقتي هل افضل حل من الوقت ده؟ فالله المستعان، الله المستعان، لان الناس دي بتعمل يعني خلل للناس في الفكر لما بتعرض على التلفزيون.